تم طرد تين هاج، لعنة رونالدو. هل ما زالت تطارد المدرب الهولندي أينما ذهب؟ في قلب هذا الحدث هناك عاصفة من الانتقالات والتصريحات المثيرة للجدل، فأبقوا معنا حتى النهاية. أولاً، الانتقالات الصيفية. ليفربول يخطف ألكسندر إيزاك بعقد يمتد حتى 2031 بصفقة تاريخية تجاوزت 125 مليون جنيه استرليني. نيوكاسل ضمن أكثر من 130 مليون مع المكافآت، صفقة هزت البريمير ليج من جذوره. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع الحارس البلجيكي سان لامنز مقابل 21 مليون يورو بلس مكافآت إضافية بعد فشل صفقة ديبو مارتينيز. هذا هو الحارس الجديد للشياطين الحمر. توتنهام يتوصل لاتفاق لضم راندال كولومواني على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان. تم الاتفاق مع كولو، ومن المقرر أن يخضع للفحص الطبي من قبل باريس سان جيرمان بعد إتمام صفقة الإعارة بقيمة إجمالية 5 ملايين يورو لمدة عام واحد. فنربخشة التركي يفاجئ الجميع ويضم الحارس العملاق إيدرسون من مانشستر سيتي مقابل 13 مليون يورو فقط. ولم يكتفي بذلك، بل أعلن اتفاقه على ضم ماركو أسينسيو من باريس سان جيرمان قادما من أستون فيلا. جمهور فنربخشة يعيش نشوة غير مسبوقة. في إسبانيا، ريال بيتيس يعلن رسميا عن ضم أنتوني من مانشستر يونايتد بصفقة بلغت 22 زائد 3 إضافات مع شرط بيع 50% مستقبلا. خطوة ذكية وصفعة للشياطين الحمر. في إيطاليا، ميلان يغلق ملف رابيو بعقد 4 سنوات والفحص الطبي وشيك. أما القنبلة الكبرى فتأتي من إنجلترا. جيان لويجي دوناروما يرحل عن باريس سان جيرمان وينضم رسميا إلى مانشستر سيتي. الصفقة تخطت 30 مليون يورو، وبيب غوارديولا يحصل على حارس جديد بعد سنوات من الاعتماد على إيدرسون. وبعيدا عن الصفقات الكبرى، هناك تحركات مهمة. جيدون سانشو يقترب من أستون فيلا على سبيل الإعارة. يوفنتوس يتفق مع ليبزيج على ضم لويس أوباندا مع إلزامية الشراء. نافذة انتقالات نارية والكل يترقب ما سيأتي بعدها. لكن ليست الصفقات وحدها من تثير الجدل، بل التصريحات أيضا نزلت كالقنابل. رودي نجم مانشستر سيتي خرج بعد خسارة فريقه للمرة الثانية هذا الموسم ليقول: أنا لست ميسي، هذه لعبة جماعية، لا أستطيع أن أفعل كل شيء وحدي. كلمات صادمة تكشف حجم الأزمة اللي يمر بها السيتي، واللي تضع بيب غوارديولا تحت ضغط غير مسبوق، لأنه خسر في مباراتين من أصل 3 مباريات. أما في إسبانيا، مواجهة مثيرة بين برشلونة وريو فايكانو. ريو قدم مباراة تاريخية انتهت بهدف لمثله. لولا براعة الحارس إخوان غارسيا لكانت كارثة للبرسا. وبعد اللقاء، تصريح ناري من اللاعب بلازون: الحكم اعترف لنا إنها ليست ركلة جزاء التي تحصل عليها يامال، إنه نفس الشيء دائما ضد نفس الفريق. مرة أخرى برشلونة وسط عاصفة جدل تحكيمي. إذن يا أصدقاء، في أسبوع واحد فقط شهدنا مدرب يقال بعد مباراتين، صفقات تتجاوز مئات الملايين تغير خريطة أوروبا، تصريحات نارية تهز غرف الملابس، وأحداث تحكيمية تشعل الليغا. كرة القدم لا تهدأ، وكل يوم تكتب لنا قصة جديدة. تابعونا دائما في ملاك كورة مع تفعيل زر الجرس لتعرفوا قصة كاملة من قلب الحدث.